السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كدايرين بخير. اليوم غادي نتكلموا على واحد الرافد من روافد حوض أم الربيع بما يسمى بواد درنا، الذي يتواجد بإقليم بني ملال، وهو وصبيبه يعني منبع ديالو من مناطق جبلية اللي هي تيكزيرش. جماعة تيكزيرش هي منطقة جبلية، والآن سوف نكتشف هذا الواد ونتعرف عليه ونتعرف على أهميته. في السنوات الجافة يكون هذا الواد اللي هو ما كيجريش، لكن في هذه السنة ولله الحمد هي سنة ماطرة، والواد راه كيجري حاليا تقريبا لمدة ديال أكثر من 20 يوما. سوف نتكلم عن الموقع الجغرافي لواد درنا. يقع في إقليم بني ملال، جهة بني ملال الخنيفرة، ينحدر من المرتفعات الشرقية الأطلس المتوسط ويتجه نحو الانحدار طولي للسهل. يصب ضمن الحوض أم الربيع الذي يشمل عدة أودية أخرى تغذي السدود والسهول الزراعة. أما فيما يخص الخصائص الطبيعية، هو مجرى مائي يتسم بانحدار واضح، ما يساعد على السقي وتخزين المياه في السدود الصغيرة والسدود التقليدية. تربته هي خصبة على ضفاف الواد، ملائمة للزراعة مكثفة في بعض المناطق. مناخ متوسطي قاري، أمطار شتوية مهمة لتغذية الواد ومياه الجوفية. أما استخدامات هذا الواد يعني اللي كنستخدموه في الري الفلاحي، مثلا يغذي الأراضي المجاورة المزروعة بالحبوب والخضروات، وكذلك سدود ومخازن المائية. يساهم في تزويد سدود الحوض أم الربيع بالمياه. تربية الماشية، يعتمد السكان المحليون على المياه الوادي لشرب المواشي ودعم التنوع البيئي. تساهم لنا في الحفاظ على النباتات والحياة البرية في المنطقة. أما الجانب البشري، الوادي يشكل ممرا للنشاطات الفلاحية ويجمع حوله بعض التجمعات السكنية الصغيرة. سيساعد على توفير المياه في نشوء الأراضي الفلاحية القابلة للزراعة. كما كنشوفوا هذه هي ولاديش اللي كينتمي ليها الواد، وهذا هو الواد هو كيجري. نشوفوه من الجهة الأخرى مقابلة للجهة الأخرى. الماء تبارك الله كيجري اللي واحد الصبيب اللي هو مهم، وهذا الصبيب يأتي من منطقة اللي هي جبلية، منطقة تيكزيرش. هذا هو الواد، سهل قدم الجبل، سهل بني ملال، سهل تادلة المعروف. هذا الواد تقريبا كيجري اكثر من 20 يوم بفعل التساقطات المطرية الأخيرة والثلوج اللي طاحت بنسبة مهمة في المرتفعات، وهي اللي خلاتنا هذا الجريان ويكون مهم. هي ولاديش اللي كيمر منها هذا الواد. احنا بقاو معايا نتعرفوا على التربة ديال المنطقة. هي تربة خصبة كتصلح لزراعة الخضروات والحبوب، وهذه المنطقة معروفة بإنتاج الحوامض وكذلك الخضروات والحبوب. كما نلاحظ هذه أرض فلاحية، تربة طينية
خصبة. مثلا هنا بعض الاقتراحات ديالكم اللي ممكن ينشئوها على هاد الواد ولا الماء ديالو اللي هو تيبان صافي مبقاش فيه الاوحال. هو رافد من الروافد المهمة اللي واد ام ربيع، يعني رافد من الروافد اللي هي مهمة تغذية حوض او لا تغذية واد ام الربيع اللي المصب وادي ام الربيع بمدينة ازمور بالجديدة، ومنبعه من شلالات اوزود باقليم خنيفرة. ويعتبر حوض ام الربيع من الاحواض المهمة في المملكة المغربية ومن الاحواض الكبرى في المغرب والاحواض الوسطى.